المصطلحات العقارية الجزء الأول، مصطلحات البيع والتسجيل العقاري. في الجزء ده هنتكلم عن أهم المصطلحات اللي بيتعامل بيها أي وسيط عقاري أثناء البيع والتسجيل، وهنشرحها ببساطة. يعني إيه فري هولد؟ فري هولد يعني تملك حر، يعني المشتري بيمتلك العقار بالكامل وله الحق في البيع والتوريث وله نسبة من الأرض. يعني إيه ليز هولد؟ هو تملك لفترة محدودة، ممكن تبقى مثلا 99 سنة، بعد كده بيرجع العقار لمالك الأرض. يعني إيه تايتل ديد؟ ده يعني سند الملكيه، الورقه اللي بتثبت ان الشخص ده مالك للوحده. دي ال دي دبي لاند ديبارتمنت، دايره الاراضي والاملاك، دي الهيئه الرسميه المسؤوله عن توثيق العقارات بدبي. عقود هو عقد بيع مبدئي بيستخدم في المشاريع قيد الانشاء. اس بي اي ده عقد البيع النهائي بين المطور والمشتري، اسمه سيلز بيرشز اجريمنت. ان او سي يعني نو اوبجكشن سيرتيفيكيت، ده شهاده عدم ممانعه مطلوبه لاعاده بيع العقار من المطور. يعني ايه الاسكرو اكاونت؟ الاسكرو اكاونت هو حساب الضمان بتحفظ فيه اموال المشترين الى ان يتقدم المشروع حسب الجدول الزمني.